السلام عليكم. ما قبل مباراة أرسنال وتشيلسي في الدوري الجزء الثاني، ماتش عصيب، ماتش جاي في ظروف يعني وحشه مع الاسف، ماشي متذبذب دلوقتي، في كلام كتير عن الفرقه، في عندك اصابه مهمه زي اصابه كوكوريلا. ارسنال اوريدي وقع نقط، فهو حاليا بقى بيركز في الدوري بكل الطرق، سبيشالي بعد ما طريقه في الشامبيونز ليج بقى سهل شويه، فممكن ده يخليه يعرف يوازن ما بين اللعيبه اللي بتلعب في الشامبيونز واللعيبه اللي بتلعب في الدوري، فالموضوع ممكن يبقى اصعب عليك في الماتش ده. انا يعني كل اللي انا عايزه من الماتش ده ان انا اطلع يا بنقطه يا اقدم اداء مشرف. انا بالنسبه لي والله انا زهقت من الاداء المشرف. يعني ما احنا لعبنا الذهاب ولا لعبنا في الكاس لعبنا باداء مشرف وخسرنا برضو 1-0 من كاي هافرتز الكلب. فانا مش فاهم برضو الاداء المشرف ممكن يوصل معايا لحد فين، ولكن نفسي خلاص بقى يعني انا نفسي نلاقي حد الام ارسنال دي. احنا يا بنخسر يا بنتعادل، هو ايه مفيش اوبشن تاني في الموضوع ولا ايه؟ احنا في اوبشن احنا نكسب، على فكره في اوبشن تشيلسي ممكن تطلع كسبانه عادي يعني.